الجزائر عزيزة وغالية مفدية ببطلنا، الله يدوم ولادها رجال ونسوان. هاي الحسن الثاني في الحروب كتابنا، بالمولاي إدريس بن دريس والشرفاء العيان. الغرب الأقصى شناق بصحاري والسودان. الحمد لله أسلم ولادنا، السوق قلب الحوض والشجاع. طبعا رجال في الصحراء وبلنا، تحية الجزائر حرة والشباب. تحية الجزائر حرة والشباب. كيعجبني هذا الموال. زرقانا يا بولاي بالقبلة والناس، زفان العبيد فارس وغيرهم الكثير. حذري حذاري أبا بابا بابا. لا 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 لا. هدف قاتل، هدف قاتل من إيكابي، مسجل الهدف في اللحظات الأخيرة على الفريق الكرغولي. ديك النهار قلت لكم ما ندخل سوق راسي اخويا وما نبقاش نطلع عليهم، ولكن والله شاب الزياده باش كنتسنى من هادو. مصادفين داك مانديلا ولا ما قلنا هو جيبي لي بنانه وليمونه. المشكله جيب مع شي تشيزه، كون ما جيبش مع شي تشيزه ترى ما يمكنش اصاحبي. دابا وما كنبغوش نضحكوا عليكم، ولكن راه الضحك فيكم اصاحبي. هذا الجزائري يقول انت مروكي مش سوري، يعني مغربي مانك سوري. يا سيدي والله افتخر انه اكون انا من المغرب، وافتخر انه اكون من السعوديه ومن قطر والكويت ومن اي شبر عربي. انا الي الفخر، ولكن والله لا افتخر بان اكون جزائري لما رايناه من انبطاح، سفاهه، قله ادب وتشمت بالدماء. والله لا نفتخر بان نكون من الجزائر. لكن شعاراتكم ضد إسرائيل، وعدوكم الأول المروك، عدوكم الأول هو الشعب السوري، عدوكم الأول هو العرب. اكتبوا على ظهركم عرب حتى نميزكم، ولا تكتبوا جزائريين، لأنه خليتوا الجزائر تكون مثل للغدر والذل والهوان والانبطاح. مبروك على رجالكم وانت جايبها في شون برامريه. شكون قال لك تضرب المروك على رجالكم؟ دقيقة صاحبي، دقيقة صاحبي، عافاك. علاش تضرب المروك؟ علاش؟ ظلموا مع اسرائيل. رجعوا مش دولة عربية. المغرب ماشي دولة عربية. طب هل تعلم انه المغرب تسمى بلد مليون حافظ للقرآن؟ لا في الدقائق الأخرى مش دولة عربية. لا، المغرب دولة عربية وستبقى عربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المغرب سيبقى وطن عربي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سافي شي الإسرائيل يبقى بلد عربي مش بلد عربي. لا مو صديقي الكريم، في عام 1900 تتحب تونس ولا المغرب؟ لحظة عشان بس أعرفك. أنت فلسطيني؟ لا أنت فلسطيني. دقيقة أنت فلسطيني ولا مغربي؟ ما عنديش مشكلة، أنا ما كرهتش نكون مغربي. فلسطيني ولا مغربي؟ هضر معايا. لا عادي، أنا ما عنديش مشكلة، الجورج نفس الشيء، ما عندناش مشكلة، حنايا ما عندناش مشكلة، مغربي فلسطيني واحد. انا بنا اكل عرب باش اكل واحد السلاله تاعو.
لا ما عندناش، انا ما لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا التقوى. دير بالي بها هذيك، انا على بالي بها هذوك. كنت تقول لي لا فرق بين عربي واعجمي وكذا وكذا، هذيك على بالنا بها وقرينا عليها كلش. طب بصح هذوك دقيقة نسقسيك، معلش دقيقة نهضر لك دوك نسقسيك، واش راه دقيقة صاري. نسقسيك معلش. دقيقة انت جزائري صحيح؟ انت بلاتك جزائري دولة وين؟ فرنسية، انت ايه صح. جزائري دقيقة. دولة فرنسية، بصح الحكومة هي اللي راهي مدايرتها دولة فرنسية، ماشي احنا الشعب كان يسمى صافي الهضرة، دقيقة يسموا دقيقة الشعارات صافي. تاعنا والاخر، كان مش دولة فرنسية. اوكي دقيقة، مع احترامي ليك، دوك انت جزائري صحيح؟ ها؟ انت جزائري صح؟ ايه الشعب الجزائري والحكومة ماهيش جزائرية. ما خصنيش بالحكومة، انت جزائري صحيح؟ ها؟ انت الاصل ديالك جزائري صحيح؟ ايه كتفخر باللي جزائري اصلك انا. جزائري. وي ايه جزائري، داكور. انا جزائري وما نحبش فرنسا. وي كان عندكم يهود في الجزائر ولا ما كاينش؟ كاين في كل بلاد تلقى فيها اليهود. علاش ما تخرجوش اليهود في بلادكم؟ مش نحكم في البلاد اللي عندها حكومة. مساعدات من الحكومة الجزائرية للشعب السوري مليانة قمل، بطانيات مليانة قمل، رز مليان دود، عدس مليان دود. انت سوري ايه كذا فضحتونا على السوشيال ميديا. مساعداتنا بطانيات معبية قمل، كلها قمل وعدس مليان دود. لا وجايبين لك كعب عالي، كعب نسوان عالي، عرفتوا الكعب العالي؟ كعب عالي تبع سيدات، هذا الكعب من ليه؟ بالوحول المخيمات كعب عالي، رجعوه ما نريد كعب عالي. طياراتكم جابت ممكن تكون أسلحة، ممكن تكون أي شيء، بس ما أعتقد جاب شيء إنساني. بعدين ما طعمون شعبكم، شعبكم قاعد يموت ببيوتكم بالجزائر من الجوع، يلاقون العيلة مثل ما هي ختيار وختيارة فاطسين من الجوع، شباب بنات كذا كل يوم على المشاف ياخذونكم. طعموا شعبكم الموجود في كل مكان من بقاع أوروبا على الأرصفة، وزعوا شعبكم بأوروبا، ما عندهم شيء بأوروبا ولا بغير أوروبا. وهذا مش عيب، أنا مش عن الشعب الجزائري أتكلم، أنا أتكلم عن الحكومة. أنت حكومة، أنت إذا جارك المغربي، الموروك، المغاربة، الأمازيغ المغاربة، الشعب الطيب المغاربي، جارك الحيط على الحيط، ما لك خير، ما في خير لجارك. اللي ما له خير للقرويين المغاربة ما راح يساعد دمشق الأمويين. ما حد يترجى منك خير إذا ما يكون بالأول إلك خير للمغرب. اللي ما في خير للمغرب، لدولة المغرب من طنجة للكويرة، جارك الحبيب الطيب، المغاربة الرائعين حكومة وشعبا، ما لك خير لا لسوريا ولا للعراق ولا لأي دولة في التاريخ أبدا. الإنسانية عندك مجزأة، هذا سوري مع النظام ولا مؤيد وهذا معارض. هل الإنسانية تتجزأ يا حكومة جزائرية؟ ترى أنا ما أشمل الشعب الجزائري، الحكومة بس. خذ فضحتونا، كعب عالي بالوحول المخيمات. خلي خير للمغرب أول شيء، خيرك على المغرب. Les Mérinides, etc. Donc rien à voir de ce côté-là. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Et ils regardent, avec l'air un peu jaloux, le voisin marocain, qui ne se gêne pas, lui, de le regarder d'un air un peu méprisant. Vous n'êtes que des parvenus, vous êtes une création. Parce que nous sommes un vieil État. Et ce a créé un empire. يا كلام ديري مبروك استيقظ جاي من مروك، يا كلام ديري مبروك يا استيقظ جاي من مروك. والله ما ينفع ياخذ، يعني صار لي يومين في الجزائر العاصمة وقاعد اكل كله مطاعم وجبات سريعة، بيتزا برجر، تعبت كرشتي. ابغى اكل بيت، ابغى مطعم يبيع اكل بيت، اكل جزائري تراديشنال فود حق الجزائر، يبيع شخشوخة، طاجين، ماني عارف شطيط جاري، اي حاجة. اهم شيء اكل بيت كذا، الواحد يحس انه جالس في سفرة بيته. بس في حاجة لا تكتبوا لي هي، جربتها مرة واحدة، عشيت على الحمام رايح جاي، شربت بعدها علبتين كوكاكولا. صفيطي هذا صفيطي مو حق الأوادم، ليفل الوحش، مش ليفل الوحش، هذا ليفل تنين بعد الوحش. شوف يا مريم، هذا قال لك المغرب بلاد الجوع، خبز واتاي. شوف يا مريم اللي كيهضر، شوف هما عندهم حتى الحليب ما عندهم.
أسير تخرى أنتم والبانان. يا خوتنا خاوة راك دير الفتنه وصلكم الصهد. الفتنه هي تسب خوك مسلم وتقول عليه حيوان. الفتنه هي تجيب مرتزق في كاس افريقيا يهضر في امور لا علاقه بالرياضه. الفتنه هي تدعم عصابه متشرده باش تفرق الوحده الترابيه ديال جارك. الفتنه هي كل ما تخطب على شعبك تقول داروا فينا في 63 وحقرونا وتحقد فينا الخوت وتشجع على الانتقام. خصو يحقدكم على فرنسا اللي قتلت الشهداء. الفتنه كل ما تخطب تقول المغاربه مطبعين وانت كدير معاهم التجاره في السر وتغلق الحدود بحجه التطبيع وانت مطبع مع فرنسا. كترجعوا مسلمين غير في هذه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ها هي الآية قرأ على شكون النصارى فيها ماشي فرنسا. راه بجوجنا في الهوا سوا. الفتنة هي تسرق التصورات وتخرج في عينيك بحال ما خاصك خير. الفتنة هي تخلق عدو مسلم لشعبك وتقول لي حوس علينا يلقانا. كلشي عاقبكم يا كبرانات الفتنة والذل والتحريض. بغيتوا تطلعوا جيل جزائري حاقد على خوتو. ما كفاتكمش تفريق هاد الأسر المغربية الجزائرية. رسالة للشعب الجزائري الواعي. أنا كمواطن مغربي بسيط وواحد من الشعب وبتربية ملك والله لا يهمنا هرطقة الكبرانات. وما يضر أكثر وقوعكم في الفخ ديال شرشابيل الفرنسي. خلاكم كتسبونا في أي زمان ومكان. ملاعب، إذاعة، مواقع. مع الأسف بينما ملك العزة يأمر الشعب في خطابات رسمية بقيم الأخوة ويذكركم دائما بالأشقاء. أنا كمغربي لا كنت ساكت معناه الامتثال والطاعة لأمر الملك وليس لقلة الحيلة. ولهذا وجب تذكيركم بالعيوب حتى تنتهوا من أعراض الناس. غادي نقولها لكم بالجزائرية يا خوتي فطنوا. ثم قال ماذا؟ خاوة أنا جزائري وكنبغي المغرب ديما نصلي فوقتو. خاوة حتى أنا مغربي وكنبغي رئيس الجزائر بالأخص إذا كان في الحلال. ردها. اليوم بغيت نهنئ الإخوان الجزائريين لأنهم احتلوا المرتبة الأولى عربيا فاش في الطبخ، ولكن الطبخ المغربي. نعم الإخوان على حسب جريدة الشروق الجزائرية. الإخوان الجزائريين اللي من هوك خداو الطاجين مغربي ولكن قلدوه وتقنوا التقليد ديالو. خداو كذلك الكسكس المغربي وقلدوه وقالوا راهم جزائري. انا بغيت نهنئ الاخوان اللي من هوك على التقليد ديالهم، ماشي حيتاش احتلوا المرتبه الاولى في الطبخ، ولكن بغيت نهنئهم على التقليد ديالهم. راهم رائعين في التقليد لانهم يقلدون الاصل. الاصل هو المملكه المغربيه الشريفه بدون منازع. بعد ما قلدونا في التكشيطه والجلابه والقفطان المغربي، بطبيعه الحال غادي يقلدونا كذلك في الطبخ المغربي. لهذا تنقول لهم برافو عليكم على هذا التقليد الرائع. لا كيفاش يكونوا ياك انتم مسلمين علاش كتقسموا وتحلفوا بغير الله؟ كيفاش قسما السحيقات البازقات؟ واش عارفين الحكم ديالها في الدين ولا غير كتهضروا؟ يلا واسمعوا الدليل مع شيخ جزائري ديالكم. علاش الانسان ما يقسمش بغير الله؟ لماذا؟ لان الحديث قال اللي يقسم بغير الله فقد اشرك. فلا يجوز القسم بالكعبة ولا يجوز القسم بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يجوز القسم بالآباء ولا بالأمهات، فإن هذا من الشرك. ما عندكش فين تهرب الكرغولي. مروا في حيوان. يعني فاش كنتو كتسبونا كنتو على شي دين اخر، حاشا واش تكونوا خوتنا ولا مسلمين. وشحال خايبه تخسر افتتاحي باش تسب المغرب، وانا غادي في الطريق هكا وتنعطيكم العصير. وملي كتشاركوا ديروا هذا النشيد حسن لكم ونصيفط لكم شي كعباد البنان تبقاو تدوروا عليها. نحن غرباء نحن غرباء نحن غرباء عكن إليك عالية على لك اليمانية. وملي درت إفريقيا في المطبخ المغربي. أورد الصحيفة الشروق الجزائرية أن الجزائر حصلت على المركز الأول عربيا وإفريقيا في فن الطبخ، وتجاهلت المغرب تماما. فقمنا بالبحث عن هذا الموضوع، وجدنا أن المغرب قد حصل على كأس العالم في فن الطهي في تونس، وحصل على 10 ميداليات ذهبية و5 فضية، والصقر الذهبي لأحسن طبق في العالم، وكأس العالم في فن الطهي. إذن المغرب هو المركز الأول عربيا وإفريقيا، والمركز الأول عالميا سنة 2012. هذا للتوضيح وليس أكثر يا ابن عمي، وبرتجلنا هذا الفيديو عشان كل شيء يعرف الحقيقة. وشكرا. رسالة من أخ من الجزائر قال لي ليش عم تطلبوا مساعدات؟
هي حكومتنا أرسلت مساعدات لسوريا. اللي بده يوضحوا للشعوب وخاصة الشعوب العربية أن المساعدات اللي بترسلها الحكومات لسوريا عم بتروح للنظام. الله يعطيك الصحة. والنظام هو أصلا حريص على قتلنا وهو اللي ارتكب المجازر فينا، بالتالي أكيد ما راح يوصلنا منها شيء. نايب ولايب القبلة والناس، زفان العبيد فارس وغيرهم الكثير. حذري حذاري أبا بابا بابا. لا 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 لا. هدف قاتل، هدف قاتل من إيكابي، مسجل الهدف في اللحظات الأخيرة على الفريق الكرغولي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.